كلنا مر علينا لحظة وقفنا فيها قدام المراية وسألنا نفسنا: هو أنا حلوة كفاية؟ معايير الجمال اللي حوالينا بتضغط علينا كل يوم وبتخلي ثقة الست بنفسها مهزوزة. خلينا نفتح النهاردة موضوع الصورة الذاتية والجسد وازاي نشوف نفسنا حلوين ونقدر نحب نفسنا زي ما احنا. أهلا بكم في بودكاست النهاردة. أنا ياسمين وده ياسمين's كورنر. ليه معظم البنات والستات دايما عندهم هاجس وإحساس إنهم مش حلوين كفاية، رغم ان الجمال ده شيء نسبي ومش ثابت، الا ان المجتمع والاعلام دايما حطوا ضغط ومعايير مثالية. لو انا محققتش المعايير والتارجت بتاع الجمال ده خلاص انا اوت، انا محققتش معايير الجمال فانا بالتالي مش جميلة. طبعا المعايير دي تسببت ان عملت ضغط نفسي رهيب على المرأة، خلتها دايما مهزوزة، مش واثقة في نفسها، دايما حاسة انها مش جميلة مهما تعمل. لما نتكلم عن المرأة وصورتها الذاتية لازم نعترف ان المجتمع بيحط عليها ضغوط كبيرة جدا، من أول صور المشاهير على السوشيال ميديا لحد إعلانات المنتجات التجميل اللي دايما فيها رسالة خفية كده بتقول انتي محتاجة تبقي بشكل معين وفي قالب معين علشان تكوني جميلة أو على الأقل مقبولة. والموضوع مش مجرد شكل خارجي، ده كمان بيأثر على نفسية المرأة بشكل عميق جدا، وده بيعود على سلوكيات كتيرة قوي في حياتها. فبالتالي ستات كتيرة قوي بيبدأوا يقارنوا نفسهم بمعايير جمال غير واقعية، بشرة مثالية، جسم منحوت أو وزن معين، وفي النهاية دايما بيفضلوا حاسين بالنقص وقلة الثقة بالنفس. مش بس كده، ده كمان في فئة من السيدات بيفضلوا حاسين بتوتر وقلق طول الوقت. لكن الحقيقة ان معايير الجمال دي اصلا مش ثابتة ولا حتى عالمية. مفيش حاجة اسمها معايير جمال، الجمال ملوش حدود ولا قالب لازم احط نفسي فيه عشان ارضي المجتمع او يتقبلني. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حد وحش ابدا، كل واحدة ليها جمالها المميز. ممكن جدا تكوني شايفة نفسك مش حلوة بسبب ضغوطات المجتمع والمعايير الغريبة اللي اتحطت، لكن في الحقيقة انت ليكي جمالك الخاص، بتشوفي نفسك بعينك انت مش بعيون الناس. يعني هي دي الصورة الذاتية اللي بتتشكل نتيجة للضغط ده. الصورة الذاتية دي بقى مش بتتكون بس من الشكل، كمان ممكن تتشكل من طريقتنا، من كلامنا مع نفسنا. لو فضلنا ننتقد كل تفصيلة في شكلنا هنوصل لمرحلة اننا عمرنا ما نحب نفسنا. هديكم مثال، انا عايزاكي تتخيلي معايا كده بنت قاعدة بتقلب في الانستجرام، كل الصور اللي بتشوفها فيها موديلز، جسم مثالي، بشرة مثالية من غير ولا عيب، هوليوود سمايل، كل ده بيتخزن في دماغها وانا ليه مش كده، وتبدأ بقى تقارن نفسها بالموديلز او البنات البلوجرز اللي بتشوفهم. من هنا بقى المقارنة دي هي اللي بتبدأ تهد الثقة بالنفس. الموضوع مش بيقف على السوشيال ميديا بس، في حياتنا كمان اليومية ممكن نلاقي بنت قاعدة مع صحابها، واحدة ترمي كلمة: انتي تخنتي شوية، ما بتحاوليش تخسي ليه، هو انتي مش هتبدأي دايت؟ الكلام ده كله رغم ان هو بسيط وممكن نضحك وقتها من الإحراج او عشان ما نخسرش الناس اللي بنحبها، ممكن تفضل معلقة في دماغها أيام وأسابيع ويمكن شهور بتفكر في نفس الكلمة دي، وكل شوية تبص على شكلها وخلاص اتكونت صورة ذاتية ان انا تخينة مش مقبولة، انا لازم اخس، لازم ابقى شبه كل اللي حواليا. حتى الأطفال الصغيرة ما بتسلمش، كتير قوي من البنات من هم صغيرين بيسمعوا تعليقات زي ليه لونك غامق شوية، انتي مش حلوة، انتي قصيرة، انتي تخينة، انتي رفيعة اوفر، كل شوية. كتير اكيد اتعرض لضغوطات زي كده في طفولته واثرت عليه لحد النهاردة، فده كمان سبب من اسباب ان انتي بتكبري وصورتك الذاتية مهزوزة. الاخطر من كده بقى ان الطفل او الطفلة لما يتعرض لتنمر زي كده فصورته الذاتية تتهز في عينه، وبالتالي ثقته واستحقاقه يقل، فيكبر شخصية ضعيفة، شايف انه ملوش حقوق في حاجة، شايف انه اقل وحاسس بالنقص. في المقابل بقى في سيدات وبنات كتير قرروا يواجهوا، في بنات بيطلعوا على الانستجرام او التيك توك من غير فلاتر وبيتكلموا بطبيعتهم وحقيقتهم، بجسمهم، بكل عيوبهم الطبيعية. ده شجع آلاف غيرهم ان هم يحسوا بالراحة مع نفسهم، لان دي حاجة عادية، احنا بشر، احنا مش قوالب. مش منطقي ابدا ان احنا نفضل ثابتين على شكل او وزن معين طول حياتنا. احنا حتى لو بصينا على صورنا القديمة هنلاقي الستايل مختلف، الشكل مختلف، لان ده حاجة مش ثابتة، ما ينفعش يبقى فيه معيار ثابت للجمال. واكيد بنمر بضغوطات وظروف بتأثر على نفسيتنا، زي مثلا الاكتئاب. ممكن حد يمر باكتئاب بيأثر على نفسيته، او حزن شديد، توتر وقلق، فبالتالي يأثر على الستايل الاكل او طريقة الاكل، فالوزن يزيد شوية ونعرفش نعمل كنترول. فاحنا لازم نربي نفسنا ونعود نفسنا ان احنا نحبنا في كل الاحوال. حبي جسمك وحبي نفسك في كل الاحوال،
وعلى قد ما تقدري حافظي على صحتك، اهم حاجة ما يجيش على الصحة. في النهاية خليني اسألك، ايه اكتر تعليق سمعتيه عن شكلك ولسه فاكراه لحد دلوقتي؟ وهل عمرك وقفتي قدام المراية وقلتي لنفسك كلمة حلوة بدل ما تهدي وتنتقدي في نفسك؟ اكتبولي في التعليقات ايه اكتر تعليق اثر فيكم. حابة اقول لكم حاجة مهمة قوي، صورتنا عن نفسنا اهم بكتير قوي من اي صورة على الانستجرام او معيار جمال بيتغير كل فترة. الجمال الحقيقي يا بنات بيبدأ من جوه، من الطريقة اللي بنشوف بيها نفسنا وبنتعامل بيها مع اجسامنا. ولو انتي لسه في رحلة التصالح مع نفسك، خدي بالك ان كل خطوة صغيرة بتفرق جدا، حتى لو مجرد كلمة حلوة بتقوليها لنفسك قدام المراية. تدريب النهاردة بقى هو سؤال هقوله لكم، يا ريت تردوا عليه في التعليقات. ايه الحاجة اللي بتحبيها في شكلك او شخصيتك رغم ان ممكن ناس كتيرة شايفاها عيب او انتقدتك فيها؟ هستنى اشوف اجاباتكم في التعليقات، ويا ريت تشاركوا الفيديو ده مع اي حد انتوا حاسين انه محتاج رسالة دعم. خليكي فاكرة انتي جميلة زي ما انتي. لو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصلكوا كل الحلقات الجديدة. ان شاء الله في الحلقة الجديدة هتكلم على دور الام اللي هي اساس بناء الصورة الذاتية لأي طفل.